أنا اسمي ليلى كابر. أنت ضيفة على المهرجان؟ أنا ضيفة على المهرجان. فيلم ولا ضيف بس؟ حضور. مخرجة سينمائية، رئيسة قسم السينما بمعهد الفنون بموريتانيا، عضو جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة عن السينما. طبعا السينما بموريتانيا واجهت العديد من الصعوبات. السينما بدأت بموريتانيا من الستينات بعد الاستقلال. في مرحلة الستينات والسبعينات كان في العاصمة نواكشوط الوحدة كان فيها 7 دور عروض بالسينما، وكان في المدن الصغيرة كان كل وحدة لها دور عروض بالسينما، وكانوا فيه مخرجين بين قوسين عملوا دورات تكوينية في فرنسا، بما أن المستعمر كان فرنسي وإحنا اللغة الثانية عندنا هي الفرنسية اللي كنت أدرسها. وكانوا بيعرضوا أفلام، وكانوا حتى الأسر أكثر انفتاح وبيروحوا على دور عروض سينما، وفي أيام للمسرح وأيام كان مستوى الثقافة كان عالي. في بداية الثمانينات كان في حكم إخواني، فشال دور عروض السينما كلهم تم هدمهم، تم تحريم السينما، تم اندثار السينما نهائيا، أصبحت السينما بموريتانيا صفر، لغاية ما عبد الرحمن السيساقو المخرج العالمي عمل فيلم بانتظار السعادة وحصل على جوائز عالمية ودولية. كون مخرج اسمه عبد الرحمن اللاهي قام بتكوينه في فرنسا على الإخراج السينمائي وعلى مواضيع السينما بصفة عامة. فعبد الرحمن اللاهي من بداية الألفينات فتح مؤسسة سماها دار السينمائيين الموريتانيين. أنا التحقت بهم 2010، كانت النسخة السادسة من مهرجان اسمه الأسبوع الوطني للفيلم، هو كان مهرجان دولي يحضره مخرجين من كل بلدان العالم يعملوا وركشوب، لكن ما كانش فيه مخرجات ستات، كان كله رجاله. ف 2010 أنا شاركت في المهرجان، شاركت بفيلم بيتكلم عن وضعية البنت في سن المراهقة مع أسرتها، مع المحيط الضيق المحارب اللي مشاكل كثيرة مش ممكن تقدر مع مامتها تتكلم بها، مع أخوها، مع كذا، اللي في المجتمع المنقلب اللي ممكن يؤدي لها حاجات ثانية خارج البيت تكون خارجة عن إرادتها. فالفيلم ده أثار جدل. الأستاذ حسن أبو العيلة كتب عنه مقال 2012 لما حضرت مهرجان أوسط السينما الإفريقية في النسخة الأولى، وأثار جدل وشارك في عدة مهرجانات دولية وحاز على بعض الجوائز. نظرة المجتمع الموريتاني للمرأة في السينما أو المرأة في الصورة بصفة عامة نظرة دونية جدا ومحدودة جدا، إنك تطلع على التلفزيون أو إنك تسافري مع سينمائيين كمرأة تدرس في الخارج، المرأة الموريتانية وتجي وتشتغل، لكن يا كمدرسة المجتمع هو اللي يختار لك وظيفتك، يا كمدرسة يا سياسية يا في وزيرات لسيدات أعمال رائدات أعمال، لكن موضوع السينما بالضبط بيعتبره تابو. يعني لازم تلجئي للخارج علشان تعملي سينما، لازم تبقي خارج موريتانيا عشان تشتغلي سينما؟ لا أنا اضطريت واشتغلت جوه موريتانيا. كان في مخرجة بس مخرجة تلفزيونية بتعمل برامج تلفزيونية أو عملت فيلم وثائقي شاركت فيه بعض المهرجانات، لكن إنه أفلام سينمائية يكون في بنات من بعد الصورة اللي عملتها من خلال الفيلم 2010 سنة 2011 و12 و13 إلى سنة 2014 كانوا فيه 7 أو تقريبا 9 مخرجات موريتانيات دخلوا عالم السينما، لكن بحكم احنا مجتمعات قبليه، فبحكم القبيله والاسره والاهل والسلطه عليك فبقوا يتناقص العدد. ففي بنت جات هنا في مصر بتدرس سينما اسمها مي مصطفى في القاهره، هي بتدرس سينما هناك، وفي واحده في المغرب. بس كل المشكله إن دلوقتي لما بقينا اوكي انه حصل في تقبل الى حد ما، انه من سنتين تمت المصادقه على انشاء معهد التكوين، معهد الفنون الجميله في البلد. لسه بنشتغل على قضيه ورش تكوينيه، ان كل الموجودين في موريتانيا من مخرجين ومن كذا كذا هم مش دارسين السينما بطريقه اكاديميه، بس هو حتى احنا اللي بنشتغل في السينما، وانا عملت افلام بعد الفيلم ده وحصلت على جوائز كمان في موريتانيا وفي تونس، بس لسه عاوزين تكوينات